تنسيق ثانوية عامة 2025 ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. يا ترى التنسيق هيقل هيزيد ايه اللي هيحصل؟ هعرفك ايه الفرق ما بين التنسيق الداخلي والتنسيق الخارجي اللي هو التنسيق العام اللي هو بيظهر من الجامعة الحكومية ولا التنسيق اللي هو بيبقى جامعات خاصة. هنعرف حاجات كتير النهاردة، هنعرف ازاي ان انت مثلا تختار كليتك. الفيديو ده هيغير تفكيرك خالص عن التنسيق، فكرة التنسيق وازاي المرحلة الأولى والمرحلة التانية، هتعرف ازاي تختار الكلية بتاعتك، وهتكتشف ان في كليات احسن بكتير من الكليات القمة. في كليات قمة تانية كتير غير الكليات المتعارفة اللي هي طب وهندسة. ما بقتش هي كليات المستقبل دلوقتي، بقى في حاجات كتير تانية اهم واحسن وافضل، والشغل بتاعها افيلبل احسن بكتير جدا. فهنعرف حاجات كتير النهارده وان شاء الله هتستفاد كتير جدا. هتعرف تنسيق جامعات خاصة، هنعرف تنسيق كل حاجة. ف لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. احب اعرفكم في نفسي في الاول. انا شريف. احنا بقدم فيديوهات تطوير الذات بالنسبه لفتره الجامعه، وكورسات وازاي باهل الناس لسوق العمل، سواء في انجلش سواء في حاجات كتير، سواء كورسات زي نوشن، وبعض الفيديوهات التعليميه اللي هتساعدك كتير في حياتك. طب فما تنساش سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وتبقى معايا متابع كل الفيديوهات. وهساعدك ازاي تختار، ازاي تعدي فترة الجامعة، ازاي ان انت مثلا تطور نفسك خلال فترة الجامعة، ازاي تستغل فترة الجامعة صح، ازاي تكون صحاب خلال فترة الجامعة. هنتعلم كل حاجة سوا. فيلا نبدأ ونشوف ايه هو التنسيق. اولا كليات الطب المتعارفة وسواء هندسة او الحاجات دي غالبا بيكون الرينج بتاع التنسيق بتاعها بيكون ثابت كل سنة، ما بيتغيرش، بتبقى تغيرات حاجة بسيطة. التغيرات بتبقى من نسبة 1% أو 2%، هي أو ساعات أقل كمان، حابة تبقى بسيطة جدا. فهنفهم دلوقتي. طب بالنسبة اللي بيبقى فيها تغيرات كتير جدا بالنسبة في التنسيق، فهي كليات المرحلة التانية أو كليات المتوسطة والعليا، زي مثلا ألسن. الحاجات في حاجات بتبقى في رينج متوسط، حاسبات ساعات بتنزل مرحلة تانية. ففي حرفيا فرص حلوة جدا. يعني مش كل حاجة بتقفل على المرحلة الأولى، في حاجات لسه بتبقى في مرحلة تانية. طب ايه مرحلة أولى ومرحلة تانية؟ مرحلة أولى ده مثلا بتبقى رينج، مثلا هم حاطين رينج طلاب، فمثلا انت هيحطوا مثلا من 89% فيما فوق، دول هيكون مرحلة أولى. مثلا من 75 أو 76 لحد مثلا 90 أو 89، دول مرحلة تانية. والباقيين بيبقوا مرحلة تالتة. بتختلف طبعا، هما بيقدموا طبعا بتوع مرحلة أولى، وبعدين مرحلة تانية بيقدموا وراهم، وبعدين مرحلة تالتة بتقدم بعديهم. طب بالنسبة هل التنسيق كلية الطب كان السنة اللي فاتت ايه، وهل هيكون بنفس التنسيق السنة دي؟ في اختلافات كتير جدا. أولا أنت عندك في سنة أولى أو السنة اللي فاتت كان التنسيق عندك من 410، دلوقتي انت عندك من 320، فالنسبة بتختلف. انت مثلا النسبة مثلا قبل كده كان معاك مثلا 4.1 4.1، انت كل 4 درجات 1/10. دلوقتي انت عندك من 3.2، وطبيعي في مواد اقل، فطبيعي ان انت تنقص درجات اقل، بس ان شاء الله تحققوا اللي بتتمنوه عامة يعني. طب بالنسبة للتنسيق، طيب ايه اللي هيحصل فيه؟ تنسيق كليات حكوميه. طب هم بيحسبوا التنسيق بناء على ايه؟ مثلا هم حاطين، مثلا احنا عندنا مثلا في مصر مثلا سي مثلا كليه الطب مثلا عندنا مكان مثلا سي 20,000 ياخد 20,000، فالتنسيق بيتحسب على قدها، على حسب الناس مجموعه ايه. فمثلا يعني انت مثلا في مجاميع عاليه كلها، فخلاص يبقى تنسيق عالي لان هم عايزين مثلا 20,000 بس. زي على الكليات التانيه. طب هي اصلا بتكون نسبه الكليات ايه؟ غالبا صيدله مع ارتفاع التقديرات والدرجات وكده بيكون في رينج من 89 او 90%. فيما فوق دي بيكون صيدله. لو انت عايز طب بشري فانت غالبا انت حط نفسك في رينج مثلا من 92 فيما فوق او 93 فيما فوق. لو انت مثلا عايز علاج طبيعي بتبقى اقل طبعا من صيدله وكده. طب بالنسبه لطب بيطري، طبعا طب بيطري وحاسبات الاثنين دول غالبا بنسبه كبيره بينزلوا فتره تانية. نصيحه وعامه الكليات بتاعت الذكاء الاصطناعي والاتصالات وحاسبات حرفيا واخده، بقت من احسن الكليات وكليات القمه اللي انت حرفيا ممكن تحط عينك عليها، وان دي فرصه حلوه وهتلاقي شغل بطريقه حلوه.
بس تهتم بنفسك وتطور من نفسك خلال فتره الجامعه، ده هيفرق معاك كتير جدا. ولو انت فكرت ان انت تسافر بره فهيكون حرفيا فرصه حلوه ليك. طب بالنسبه ايه الفرق مثلا؟ بعدها بينزل مرحله تانية مثلا لطلاب مثلا طب بيطري، حاسبات بيقدموا فيها علوم، الجامعات دي. بعدين بقى مثلا وتجاره، انت مثلا لو عايز تقدم بزنس ادمنستريشن او كوميرس انجلش ففرصة حلوة. لو انت مثلا في بقى كليات بتنزل لمرحلة تالتة حقوق. التنسيق بقى الحكومة، تنسيق الحكومة اللي بيحدد التنسيق الحكومة مثلا انت الجامعات الحكومية هما بيحطوا رينج اللي هو التنسيق. مثلا اي حد مثلا اللي هما بيقولوا زي ما هما بيقولوا فوق 90% ده بيجيب مثلا طب. في الجامعات الخاصة الموضوع بيختلف خالص. انت مثلا مثلا انت مثلا عندك ايه مثلا هيقولك مثلا الطب البشري من 80 فيما فوق تقدر تقدم على الكلية من 80 فيما فوق. هل كده انت اتقبلت؟ ضمنت انت اتقبلت خلاص هنطمن خلاص ارتاح ان انا اتقبلت؟ مفيش الكلام ده. يعني انت ممكن ما تقبلش بالنسبة عادي، ممكن ما تقبلش. كل ما تبقى تقديرك اعلى ودرجتك اعلى عن 80% بكتير، يعني مثلا 85 او 86، فرصتك احسن. ليه؟ في تنسيق حاجه اسمها تنسيق داخلي. التنسيق الداخلي دي بتبقى خاصه بالجامعه ذات نفسها. يعني مثلا النيل غير جامعه 6 اكتوبر غير جامعه MSA، كل الجامعات دي مختلفه. وتنسيق الكليات غالبا كان بيكون اكتر من 80% في الطب البشري، و75% فيما فوق لطلاب الصيدله. طب انا دلوقتي مثلا طول ما في تنسيق داخلي بقى، انت مثلا الكليه مثلا زي مصر بيكون التنسيق بتاعها عالي لان مصاريفها اقل شويه. MSC لا، التنسيق بتاعها مثلا اقل شويه عشان المصاريف اعلى. فبتختلف من جامعه لجامعه وعلى حسب الكراسي اللي عندهم وعلى حسب العدد الناس الكباستي بتاعتها قد ايه، اللي هي القدره اللي هي تقدر تاخد كام طالب، وعلى حسب الناس اللي مقدمين. طب تعال نعرف دلوقتي تنسيق السنه اللي فاتت والتقدير بتاع مثلا كليه الطب. كليه الطب السنه اللي فاتت وهنعرف بعدها هل التنسيق هيقل ولا هيزيد. طب دلوقتي كلية الطب السنة اللي فاتت في تنسيق 2024 كان بيتراوح كلية طب بشري في رينج من 389 ل 382، يعني تقريبا من رينج 95% ل 93%. يعني مثلا انت لو جايب انت مثلا هم ناقص مثلا من 410، فانت مثلا كان ناقص من 21 درجة اللي كان ناقص 28 درجة. دلوقتي لا، الموضوع اختلف. انت دلوقتي 3.2 يعني فقول مثلا لو حسبناها بنفس الرينج ده هيكون في ناقص في رينج 15 ولا حاجة، يعني المفروض يكون الموضوع اقل. فانت يعني هي اكيد اصلا بيتراوح في نسبة، يعني انت معاك المفروض تضمن ضامن نفسك ان انت تجيب مثلا قد 95%، ساعتها انت تضمن انت تخش طب بشري او رينج 94%، عشان امان ان هو لو الرينج عالي او قل. طب ايه الحاجات اللي ممكن تخلي اصلا الرينج يعلى وان هو تخلي مثلا التنسيق يقل؟ الحاجات اللي ممكن تخلي التنسيق يقل ان الامتحانات صعبه، فكل حالل طبعا غلط او حالل في حاجه مثلا او في ناس كتير ناقصه بمعنى صح. فطبيعي ان هي مثلا ان هو خلاص كده هتبقى التنسيق هيقل، لان طب كل الدرجات قليله، كلنا عندنا غلطات فالدرجات هتبقى قليله. طب ايه اللي ينفع تنسيق؟ حالات الغش موجوده. يعني انت مثلا لقيت ده بيغش وده لابس سماعات وده بيغش وده ده، فطبعا الدرجات كلها في ناس مقفله نص درجه نص درجه. دول اللي بيرفعوا التنسيق لان هم دول بيجيبوا درجات عاليه. فطبعا هم احنا عندنا مثلا كليه الطب مثلا هتاخد مثلا 20,000، فهم بيشوفوا اعلى الدرجات 20,000 او بياخدوا تنسيق ويرفعوا التنسيق على اساسها. فربنا يوفقكم ان شاء الله وتحققوا اللي تتمنوه. هنحاول نتكلم بقى عن بالتفصيل تنسيق ازاي فات كان ونحسبها مثلا مقارنه مثلا كام في المية عشان نشوف نسبه السنه دي. هي النسبه بتزيد او بتقل بنسبه 1% او 2%، حاجه في الرينج ده. انت لو انت في بعض الكليات لازم تعمل امتحان قدرات. طب ايه امتحان القدرات ده؟ هنوضح في فيديو تاني. هنحاول بقى نتكلم عن تنسيق السنه اللي فاتت وامتحان القدرات وكل كليه بقى لوحدها فيديو، بحيث لو انتوا مثلا مجموعه مثلا ما جابش كليه وان شاء الله تحققوا اللي تتمنوه وتجيبوا الكليه اللي انتوا عايزينها، بس لا قدر الله فتبقى انت على وعي بالكليات التانية الموجوده عشان
تفوتش اي فرصه عامه. يعني لان مثلا في كليات بقى زي فنون او تمريض، لحد تمريض ناس كتير بتبقى عايزه تقدم في تمريض بالذات البنات، فبيكون ان انت لازم تعمل امتحان قدرات. امتحان القدرات ده بيجي قبل التنسيق تقريبا، فانت لازم انت تكون مقدم عامل حسابك عليه. فاشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله، وما تنسوش ان شاء الله هتحاولوا تتمنوه، ما تقلقش. كل اللي انت مثلا محتاجه بس ادعي ربنا، وربنا يحقق لك ان شاء الله اللي انت عايزه. بس لايك وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد، واي فيديو احنا ننزله الفتره الجايه يوصل لك. وان شاء الله اتمنى ان احنا التنسيق يقل على السنين اللي فاتت، ما يكونش حالات، ما فيش حالات غش كتير، ولا حالات الغش مثلا ما تاثرش. ما تنساش نقطه معينه، ربنا اكيد مش هيضيع تعبك، وهيوفقك في حياتك، وهتبقى تحقق ما. اي اسئله انتوا عايزين تسالوها خاصه بالتنسيق، خاصه بالجامعه، اي حاجه قولوها في الكومنتات، هعمل فيديو ونجاوب كل الاسئله دي مره واحده. مش عايزك تقلق، اطمن، ما تحطش حاجه في بالك. ربنا اكيد مش هيعمل لك اي حاجه وحشه، واكيد الحاجه دي كويسه ليك مهما كانت، فهي اكيد كويسه ليك. فمش عايزك تخاف ولا تقلق، ثق في ربنا. طالما انت واثق، لو انت وثقت في ربنا فاكيد هيحقق لك اللي انت عايزه واللي انت بتتمناه. بس اهم حاجه تكون انت عملت اللي عليك مش اكتر. لايك وسبسكرايب عشان نحقق رقم كبير. الفيديو لاي حد تعرفه في ثانويه عامه. اشوفكم على خير، باي.